صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عادة البنات ما ننسوش الصلاة على الرسول ونفيقوا بطاقة إيجابية بروح ناشطة بثقة في رواحنا اللي احنا نبدو نهارنا من الأول نبدو بذكر ربي أول حاجة، وإننا نتنشطوا زادا والله ونتفائلوا كي نشوفوا الطقس ونشوفوا نهير ما شاء الله اليوم نهير دافي. نهير ينشط على أخمالة الدار، على النقضان، على غسيل صابونة، أي حاجة نحصلهم في أمور دارنا نقدها، ونهووا دويرتنا، نحلوا الشبابيك، نحلوا الشبابك بتاعها والبيبان، ما نخلوش دارنا مسكرة. نهير ما شاء الله حتى تحلوا الشبابك ما فماش هكا الهواء اللي يقلق، فهمتوا؟ ما شاء الله نهير عسل، تعرفوا والله يا البنات نهير ما شاء الله ما شاء الله ينشط. ان شاء الله تكونوا حتى انتم حسيتوا بيه كما اني حاسه بيه اليوم. ان شاء الله باش نبدو روتيناتنا، باش نبدو فيديوهاتنا جدد. آه، تعدى رمضان ان شاء الله يا ربي. والله بالرغم راهو خلى بلاصته سبحان الله. تعودنا بايامات رمضان كيفاش نفيقوا الصباح وكيفاش نخمموا في دبارة كل يوم شنو باش نطيبوا. جو رمضان الحصيلو والله تعودنا به. اما كهو هكا الوقت وهكا الايام الحمد لله يا ربي. الايام تجري بينا وان شاء الله يا ربي ما نكونوا كنديروا كان الخير وكان فعل الخير وكان الكلمة الطيبة نقولها تبقى في ميزان حسناتنا، تبقى في عند ربي سبحان الله. تبقى هاك اللي هاك الفايدة، فهمتوا؟ والله الدنيا هذه شنو هي أكثرش من الواحد هاك الكلمة الطيبة فعل الباهي اللي باش يخليه من بعده، فهمتوني؟ إن شاء الله بعد عمر طويل عليكم وعلينا إن شاء الله على حسن الخاتمة يا ربي. الحصيل والبنات ماذا بيا نتنشطوا مع بعضنا فيديو إن شاء الله نشاط وحيوية. وهيا نبدو. الحصيل والبنات نسيت باش نقول لكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في قناتي، وشجعوا اختكم وتفعيل الجرس ما تنسوش باش يجيكم كل جديد. وديما ديما حفزوني ونشطوني وشجعوني بكومنتارياتكم بكلامكم الحلو. ان شاء الله ربي يبارك لكم وربي يفرحكم ويعطيكم ما تتمنوا يا ربي. بكم من جديد. بديت لكم روتيني من الصالة. حبيت نصور معاكم، نظفتها، نحيت هذاك الزينة متاع رمضان. ان شاء الله يا ربي يعيد علينا بالخير يا ربي والقسم واليمن والبركة كما يقولوا فيها يا رب. يا رب ان شاء الله يوصلنا ليه رمضان الجاي يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. ندعو من تو يا ربي يخلينا لصغيراتنا ويعطينا صحة البدن. الحصيل وهيك الدنيا وهذاك الوقت الأيام تجري بينا وكاهو باش يقول الواحد. ربي يجري على الصلاح يا ربي وربي يقدرنا كل خير. بديت بالصالة حبيت ننظفها، أكيد كل واحدة منا راهي قدت أمورها من بعد رمضان قدت ونظفت. أني من فوق الفوق ما حركتهمش البناك هذوما الديفونات هذوما ما حركتهمش أصلا، فهمتوا؟ من بلاصتهم. قلت هيا خليني نحركهم، والله لقيت تحتهم برشا تراب وبرشا وسخ، نظفتهم قلت خليني نعمل لهم مسحة وتنظيفة بالباهي. كما تعرفوا صغار وزيد الغبشة والريحة من الشباك ديما أنا كشباكي نهواه الدار، فهمتوا؟ الأغلبية وزيد غبت عليها الدار قعد راجلي فيها، أكيد خلى الشبابك راهم محلولين وما يهتمش الراجل كالمرأة، فهمتوا؟ بعد ما روحت من دار جدي وكل قلت هيا خليني نعمل لها تنظيفة ونركح لها أمورها، تنظيفة عميقة. والله قد ما ننظفوا كي نبدو هيك نغسلوا ولا نمسحوا ولا نفضوا زي من يرتح فينا، فهمتوا؟ والإحساس هذا أكيد تعرفه كان المرأة، أكيد أي وحدة منا راهي ما شاء الله عليها وناشطة وقادة روحها في دويرتها
أكيد راهو مش باش إني باش نعلمكم النظافة وإلا باش نعلمكم كيفاش تنظفوا ولا تنفضوا. الحاجة الوحيدة اللي نقدر إني معناها نعاونكم فيها، إن فما شوية تحفيز، إن نتنشطوا ببعضنا كي نشوفوا بعضنا، وكل حتى أي وحدة تشوف روحها معناها باخلة، تكون باخلة على حاجتها، تشوفني ولا تشوف أي وحدة من القنوات، راهي والله تتنشط وتقول لك بينها وبين روحها هيا خليني نوض، نقد أموري، نركح أمور داري ننظفها، ما خليهاش ممسخة. فهمت اللي القلب حار بطبيعته، راه والله ما نتصورش فما مرأة قلبها اللي مش حار، أما ساعات الصحة وإلا راهو الوقت، وإلا ما يدري على الظروف الواحد ما نتصورش فما مرأة هيك اللي تبقى ديما 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 راهي حاجتها على بلاصتها نظيفة وما تتمسش وإلا ما توصلهاش غبشة ولا وسخ ولا. أكيد ديما لازم من هذاك ما ليش احني ننظفوا إذا كانت الدنيا نظيفة. هذا أول روتين ليا بطبيعته، أكيد راكم لاحظتوا أول روتين ليا بعد رمضان. رجعنا كالعادة والعوايد للنظافة أكيد راهو الغسيل وكل مش كيف، معناها ناشطين أكثر، فهمتوا. أكيد ارتحنا شوية النهيرات هذوما، بدلنا الجو وخرجنا فيهم، تفرهدنا، عطينا لأرواحنا معناها فرصة ووقت باش نفرهدوا على أرواحنا وعلى صغيراتنا. أكيد أي عائلة وأي امرأة مع صغيراتها ولا مع رجلها ولا مع العائلة بصفة عامة، أنها أكيد راهي تفرهدت وخرجت وبدلت الجو، إذا كان للمنتزهات وإلا للأقارب، بالأخص صلة الأرحام. ماذا بينا ديما رانا نطلوا على بعضنا، ماذا بينا نسألوا على بعضنا وديما نعيدوا ونسألوا حتى لو مجرد سؤال وكاو، فهمتوا. تعدلنا العيد ما شاء الله، شفتوا الفيديوهات يفرهدوا على القلب والله، كل من تعرضني من اللي يتبعوا فيا وكل هني في جابس وإلا حاجة يقولوا لي ما شاء الله راهو محلى خرجتكم ومحلى جوكم ومحلى قعدتكم ومحلى جو معناه دار جدك، معناه ما شاء الله عليهم والله. ما فماش شكون نقد ولا قال راهو هيك الحاجة هيك ولا هيك، بالعكس الناس كل يحبوا اللمة، يحبوا الجو العائلي، يحبوا صلة الأرحام، يحبوا هكا الجو اللي على طبيعته، فهمتوا. والله إني يعني بالرغم فيديوهاتي يعني وكل ونزيد نشوف فيديوهات أخواتي، والله تقول علي أول مرة نرى فيها الحاجات هذيك، وقلت لها مبروك، قلت لها قداش فرحت، بالأخص فيديوها اللي الثاني هذاك متاع الخرجة، تقول علي أول مرة نراها البلاصة في دار جدي، والله تقول عليا كي القعدة في دار خالي الكبير، وكل أول مرة تقول عليا زي ما قعدتش بيناتهم نتفرج ونقول. قلت لها يا مبروك راني والله نقول محلى الفيديو. الحمد لله يا رب، إن شاء الله لا يحرمنا منهم يا ربي من أخوالي، ولا يحرمنا من لمة العائلة، ويا رب يخلينا بابايا ويرحم أمينتي، أميمتي لي فقدناها مش ما فقدناهاش، أما مهما كان شو نعملوا، هكا هكا حكم ربي والله يرحمها وترحموا لي على أميمتي. بعد ما نظفت الصالة، ركحت لها أمورها وكل، رجعت لهني البيت الصغار، والله في حالة، حتى هي خرجت لها التابي متاعها تراب في حالة تعرفوا، وغبشة وكل. ما ترتاح الأم كان ما تنظف، كان ما تمسح، كان ما إني أكيد راكم ما قلت لكم، هيك القطرة جافيل شوية في الماء لازم منها هذيك غير تبديل الرايحة، وشوية تعقيم من النفس متاع البيت، فهمتوا، وإلا الدار كاملة لازم منها شوية. والشباك بطبيعته ديما راهو محلول هيك، نبدا ننظف والشباك محلول، وخليها بعد ما ننظفها زادة نخليها تتهوى على راحتها، ومن بعد باش نسكرها، ما نسكرهاش وهي فيها الرايحة متاع الجفال، وإلا راهي باش ما تقلقش صغاري، بالأخص أحمد عنده حساسية كما ما في بالكم بيه عيونه. ديما ماذا بينا نستحفظوا على نظافة بيوت صغارنا، على نظافة فروشاتهم وغطواتهم، قد ما نقدروا.
والله يا البنات فما وحدة من المتتبعات والله ما نستحضرش اسمها بالباهي. قالت ايش بيكم ديما تصوروا معنا كان في دار معناها ديما خرجاتكم هيك كيما هيك مش بحذا اخوكم والا مانيش عارفة. فما أسئلة ساعات تبدا متتبعة مانيش عارفة شنو باش تزيدها المعلومات هذه مثل باش تعرف مشينا وين قعدنا. أكيد راهو نمشوا البلايص الكل نزور الناس الكل، أما فما اللي يحب يصور وفما اللي ما يحبش يصور. راهو مش شرط باش نفرضوا عليهم كل من نمشوا البلاصة نقولوا لهم هيا لازمكم تصوروا معانا ولا لازم نصوروا لكم دياركم ولا لازم باش نصور القعدة والا نصور. كل حد حر فهمتوا في الحاجة هذه. واكيد اني كتبت لها كومنتير رجعت عليها وقلتها لها قلت لها راهو سبحان الله من قال لها لي احنا ما نزوروش في المالي الاخرين كان خويا والا اي حد وقت تشوف فينا علاقتنا بطليقة خويا مش حتى مرت حاليا ولا حاجة. طليقته قاعدة ديما لاباس وما بينا حتى شيء والحمد لله يا ربي. وعلاقتنا بيهم بنات خويا أنا أخوتي لاباس حنا وياهم فهمتوني. فما بالك معنا يعني مع طريقتها هكاك فما بالك مع مرتا تو إلا آه، مع خويا فهمتوا. الحمد لله والله ما عندنا علاش باش يبقى الواحد فما إشكال والناس ديما مش فاهمة علاش ديما يمشوا يشوفوا نظرة سلبية للحاجة. يفهموا على كيفهم ويحبوا يحللوا على كيفهم. ما ما يرجعوش رواحهم يقولوا اش يهمنا فيها الحاجة هذيك. علاش نتدخلوا في حاجات ما تهمناش، علاش نسنسوا ولا علاش ندققوا في موضوع ما يخصناش فهمتوا. احنا ما فيها باس راه في بالنا معنا حلينا ديارنا ليكم اخواتنا وكل محلاكم ومحلى كومنتاراتكم ومحلى كلامكم اغلبيتكم هذا من راي واحده معناها من في الالف كما يقولوا فيها باش تتكلم بالطريقه هذه ولا باش تبدا تتدخل في حاجات نورمالمون هي وحدة تفهمها ان فما شكون اللي يحب يصور وفما اللي لا. اكيد هذا واكيد راه في القنوات الكل ما فماش هذه كلهم يصوروا في عائلاتهم الكل والا فما اللي يحبوا يصوروا الناس احرار فهمتوا مش باش نفرض عليهم اني ولا اخواتي ولا حاجه انا باش نصوروهم والا باش نصوروا لهم ديارهم ولا باش نصوروا عندهم. هذه حريه شخصيه يعني عند بالي معناها حسب ما في بالي راهو هذه حريه شخصيه ما نتصورش واحد باش يفرض على واحد حاجه. يا انه باش يكون طيبة خاطر احنا تو في دار جدي ولا خالاتي والا حد كمل مالي ولا اخواتي تعودنا به الحاجة هذه التصوير تعودنا به تعودنا وفهم وش معناها قنوات وش معناها تصوير وشنو الغاية منها ولا فما اللي ما يعرفش ونعذروه عادي جدا على خاطر كل واحد حر فهمتوا. مش باش نفرضوا عليهم حتى شيء. وماذا بيا النقطة هذه ما عادش نبقى لا نعاودها لاني لا اخواتي باش نوضحوها. راهي حاجات معناها امور عائلية اول حاجة معناها حلينا ديارنا صح وكل للحكايات معناها انكم باش تطلعوا على حياتنا وكل. اما فما امور مهما كان ما نجموش نتجاوزوها ما نجموش باش نفرضها على اي واحد في عائلتنا. واكيد راكم انتم تفهموا الحاجه هذه المتتبعات اللي ما شاء الله عليهم اللي اخلاقهم عسل اللي يقولوا كان الكلام الحلوه كان اللي يشجعوا يشوفوا اللي به الفايده من الموضوع يشوفوا الجانب المزيان الجانب الباهي ويكتفوا به. هذاك اني اللي توصل لدرجه ان هي تحشر روحها وتحشر خشمها في حاجه ولا تبقى تحلل في دماغها علاش وعلاش وكيفاش. مانيش فاهمة ما فهمتش والله مانيش فاهمة عليها علاش باش تبقى تكسر راسها برشا. ننصحها نقولها ما عادش تكسري راسك برشا وما عادش تخممي برشا. راهو نصوروا في بلايص كيف يسمحونا باش نصوروا فيهم ما نصوروش عبد بالصفة عليه ما نصوروش ديار بالصفة عليهم فهمتوا ما نفرضوش عليهم إلا باش يصوروا معانا. الحاجة هذه ماذا بيا ما عادش نبقى نوضحها لأني لأخواتي وذاك هو ما قلت لكم
وانتم راكم اخواتي وراكم محلاكم، والله محلاكم راكم متتبعات قد ما نوصفكم. راهو شوية والله في العيد بركة، نهار العيد خرجت نعيد عند جارتي لقيت متتبعة، الله يبارك لها والله يفرحها إن شاء الله يا ربي. عندها بنيتها في تونس، هي مرت خو جارتي، فهمتوا. آه، تعرفوا والله بالأحضان معناها تلقتني وقالت لي راني نتبع فيكم انتي ومبروكة ومريومة، ما شاء الله عليكم عسل، راكم رباية وأخلاق بنات بلادي، ما شاء الله عليكم راكم سبحان الله تدخلوا القلب على طبيعتكم، ما عندكمش حاجة اللي مركبة وإلا تمثلوا وإلا هاكي حاجة تزيدني شرف وتزيدني فرحة إن شكون يوصل يرحم على والدية وإلا على هيك على ميمتي، والله تزيدني فرحة ما تصوروهاش كفاية البنات. والحاجة هذه أكيد راه كل متتبعة تحسها وتفرح بها. كل من تصور غلطت في الكلمة، كل من عندها قناة وإلا عندها متتبعات راهي تفرح بالكلمة الحلوة، راهي تفرح بالتشجيع، تفرح من يشجعها ومن يحفزها، ما يشوفهاش حاجة غريبة وإلا راه يقول كيفاش يصوروا ولا علاش ولا. والله فرحة ما تتوصفش. زيد فرحة العيد مع زيد لقيت المتتبعة إن شاء الله ربي يبارك لها، وأكيد راهي باش تسمعني، وراني نشكرها برشا برشا ونقول لها يرحم والديك انت، وكل من كتب لي كومنتير مزيانة، كل من شجعني انا واخواتي، وكل من آه معناها هي راهي الكلمة الباهية والكلمة الحلوة راهي صدقة، راهي في ميزان حسناتنا. وإن شاء الله عجبكم فيديو اليوم، وشجعوا أختكم وبس.